أيها الأخوة، يسعدنا أن نتحدث عن علم من أعلام الكتابة في العالم العربي ومصر بصفة خاصة. هو الراحل الرائع أبو السعود الإبياري، ويسعدنا أن يكون معنا الكاتب الرائع ماجد عبده. أهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ محمد. والله هو ابو السعود الابياري آه، كان بيستقي اعماله وبيستقي المصطلحات اللي كان بيكتبها من خلال قعدته على المقهى. كان بيقعد ويشرب شيشة ويكتب، فتحس ان هو في المصطلحات او في الكلام اللي هو كاتبه او في جمل عاشت افيهات لازمة بتاعت ممثل، حاجات عاشت معانا لغاية عصرنا ده. هو خدها من القهوة المصرية من خلال تواجده وتلاحمه مع الناس العاديين في الشارع. نعم. ابو السعود الابياري بصمه في السيناريو، بصمه في المونولوج، بصمه في الاغنيه، بصمه في الافلام. ابو السعود الابياري يعني مدرسه نعم. يجب ان يلقى عليها الضوء لان هي ما خدتش حقها. نعم. دايما الشاعر أو الكاتب يكون ابن بيئته، البيئة التي نشأ فيها وأثرت فيه أبو السعود الإبياري الكاتب الكبير متعدد المواهب. ابو السعود الابياري اتولد ابو السعود الابياري آه، كان بيستقي اعماله وبيستقي المصطلحات اللي كان بيكتبها من خلال قعدته على المقهى. كان بيقعد ويشرب شيشة ويكتب، فتحس ان هو في المصطلحات او في الكلام اللي هو كاتبه او في جمل عاشت افيهات لازمة بتاعت ممثل، حاجات عاشت معانا لغاية عصرنا ده. هو خدها من القهوة المصرية من خلال تواجده وتلاحمه مع الناس العاديين في الشارع. نعم. ابو السعود الابياري بصمه في السيناريو، بصمه في المونولوج، بصمه في الاغنيه، بصمه في الافلام. ابو السعود الابياري يعني مدرسه نعم. يجب ان يلقى عليها الضوء لان هي ما خدتش حقها. نعم. دايما الشاعر أو الكاتب يكون ابن بيئته، البيئة التي نشأ فيها وأثرت فيه أبو السعود الإبياري الكاتب الكبير متعدد المواهب. ابو السعود الابياري اتولد سنه 1910 في باب الشعريه. وطبعا في حاجتين هنا في نعم. باب الشعريه وفي نعم. 1910. نعم. 1910 دي كانت مصر يعني لسه في الأخلاق الجميلة والصفات والعادات والألفاظ الحلوة اللي احنا يمكن ما بنسمعهاش دلوقتي لسه يعني. الأخلاق الجميلة موجودة يا لسه أستاذ ماجد. لا موجودة، بس للأسف احنا يعني احنا بيطغى علينا في الفن دلوقتي. احنا بنشوف بعض في الفن. الجمل وبعض نعم. التعبيرات اللي هي خارجة عن مجتمعنا، مش دي نعم. مجتمعنا. لكن كان في الوقت ده كان الفن بيعبر عن المجتمع اللي موجود في الوقت ده، والمجتمع اللي موجود كان مجتمع راقي كده نعم. وجميل. وكمان في الأحياء الشعبية ما كانتش الأحياء الشعبية ما كانتش زي دلوقتي برضو. ما كانش الحي الشعبي دلوقتي بنلاقي فيه من مختلف الثقافات وبنلاقي فيه بعض التعبيرات اللي هي في بعض الاسفاف في التعبير، وفي الحاجات اللي هي بقى احنا اكتسبناها من مش ثقافة مصرية، احنا نعم. اكتسبناها من خلال انفتاحنا الغير مدروس على الثقافات الاخرى. نعم. يعني أبو سعود البياري هو كتب يعني متعدد المواهب كما قلنا في البداية. يعني كتب الأغنية وكتب السيناريو والحوار. أيهما كان أكثر إبداعا فيه؟ لا هو صعب ان احنا نقول هو كان اكثر ابداعا. هو ابدع في كل ما كتب. نعم. ابو السعود الابياري يعني تخيل حضرتك هو مواليد 1910 وعمل مونولوج بريم الستات مثلا وهو عنده يعني وهو في اوائل العشرينات. كان اول مونولوج ليه كان بريم الستات. وحتى كلمة بريه دي نعم. مش كلمة مش اي حد بيقولها. كلمة بريه دي نعم. يعني من كذا بريه من الستات. جاي فكان من حتى كلمة الكلمة يعني أتبرأ مثلا بريه بريء. فكان كلمه برضو مم. خدها من الحاره يعني نعم. المصريه. واللفظ لفظ نسائي دليل على ان هو نعم. كان بيسمع قوي ويركز فيما يسمعه يعني. مم. بريء الستات، مين اللي غنى هذا المونولوج؟ المونولوج ده كان فنان سيد سليمان. السيد سليمان. اه
يعني هو انطلق. ونجح نجاح شديد على نعم فكره ابراهيم نعم. الستات. هو كتب الكثير من المونولوجات للكثير من الذين أدوا هذا المونولوج، وكتب أيضا يعني صورا غنائية أيضا. لكن أنا عايز يعني إذا تحدثنا عن المونولوج وحضرتك فتحت هذا الباب، دور أبو سعود الإبياري في انتشار الكتابة أو كتابة المونولوج. هو ابو السعود الابياري اولا هو يعني في علاقه بين انتشار المونولوج وبين وجود اسماعيل ياسين في في حياه ابو السعود الابياري. نعم. عند ظهور اسماعيل ياسين في حياه ابو السعود الابياري، اسماعيل ياسين كان جاي من السويس عشان خاطر يبقى واعتمد في الاذاعه كمطرب على فكره، ومطرب عاطفي. فابو السعود الابياري هو اللي حول اسماعيل ياسين لفن المونولوج. وطبعا كتب لاسماعيل ياسين مجموعه المونولوجات العظيمه اللي احنا سمعناها لاسماعيل ياسين، ودخلت في بعض الافلام. وكان هنا نقطه تحول للمونولوج. طبعا لم يكتفي الراحل الرائع ابو سعود الابياري بالكتابه لاسماعيل ياسين، انطلق في الكتابه لاخرين. كتب لسعاد مكاوي، وكتب لسوريا حلمي، وكتب مونولوجات دويتوهات ما بين اسماعيل ياسين وسوريا حلمي. المونولوج الشهير بتاع عايز اروح ما تروحش كان بين اسماعيل ياسين وسوريا حلمي. والحقيقه ان كان يعني اسماعيل ياسين ما برع في فن المونولوج، نتيجه برضو لان ابو سعود الابياري كتب الكلمه السهله اللي هي وصلت للناس، وكانت بتعبر برضو عن احزان والام الناس في الوقت ده. كلنا عاوزين سعادة. الاخلاق الجميله موجوده يا استاذ ماجد. لا موجوده، بس للاسف احنا يعني احنا بيطغى علينا في الفن دلوقتي. احنا بنشوف بعض الجمل وبعض التعبيرات اللي هي خارجه عن مجتمعنا، مش دي مجتمعنا. لكن كان في الوقت ده كان الفن بيعبر عن المجتمع اللي موجود في الوقت ده، والمجتمع اللي موجود كان مجتمع راقي كده وجميل. وكمان في الاحياء الشعبيه ما كانتش زي دلوقتي برضو. ما كانش الحي الشعبي دلوقتي بنلاقي فيه من مختلف الثقافات وبنلاقي فيه بعض التعبيرات اللي هي في بعض الاسفاف في التعبير، وفي الحاجات اللي هي بقى احنا اكتسبناها من مش ثقافة مصرية، احنا نعم. اكتسبناها من خلال انفتاحنا الغير مدروس على الثقافات الاخرى. نعم. الوقت ده والمجتمع اللي موجود كان مجتمع راقي كده وجميل. وكمان في الاحياء الشعبيه ما كانتش زي دلوقتي برضو. ما كانش الحي الشعبي دلوقتي بنلاقي فيه من مختلف الثقافات وبنلاقي فيه بعض التعبيرات اللي هي في بعض الاسفاف في التعبير، وفي الحاجات اللي هي بقى احنا اكتسبناها من مش ثقافة مصرية، احنا نعم. اكتسبناها من خلال انفتاحنا الغير مدروس على الثقافات الاخرى. نعم. يعني ابو سعود البياري هو كتب يعني متعدد المواهب كما قلنا في البدايه. يعني كتب الاغنيه وكتب السيناريو والحوار. ايهما كان اكثر ابداعا فيه؟ لا هو صعب ان احنا نقول هو كان اكثر ابداعا. هو ابدع في كل ما كتب. نعم. ابو السعود الابياري يعني تخيل حضرتك هو مواليد 1910، وعمل مونولوج بريم الستات مثلا وهو عنده يعني وهو في اوائل العشرينات. كان اول مونولوج ليه كان بريم الستات. وحتى كلمة بريه دي نعم. مش كلمة مش اي حد بيقولها. كلمة بريه دي يعني من كذا، بريه من الستات. جاي من حتى كلمه يعني اتبرأ مثلا. بريه. فكان كلمة برضو خدها من الحارة يعني المصرية. واللفظ لفظ نسائي دليل على ان هو كان بيسمع قوي ويركز فيما يسمعه يعني. بريم الستات مين اللي غنى هذا المونولوج؟ المونولوج ده كان الفنان سيد سليمان. السيد سليمان. يعني هو انطلق ونجح نجاح شديد على نعم. فكرة بريم الستات. هو كتب الكثير من المونولوجات للكثير من الذين أدوا هذا المونولوج، وكتب أيضا يعني صورا غنائية أيضا. لكن أنا عايز يعني إذا تحدثنا عن المونولوج وحضرتك فتحت هذا الباب، دور أبو سعود الإبياري في انتشار الكتابة أو كتابة المونولوج. هو أبو سعود الإبياري أولا هو يعني في علاقة بين انتشار المونولوج وبين وجود اسماعيل ياسين في حياة ابو السعود الابياري. نعم.
عند ظهور اسماعيل ياسين في حياة ابو سعود الابياري، اسماعيل ياسين كان جاي من السويس عشان خاطر يبقى واعتمد في الاذاعه كمطرب على فكره، ومطرب عاطفي. فابو السعود الابياري هو اللي حول اسماعيل ياسين لفن المونولوج. وطبعا كتب لاسماعيل ياسين مجموعه المونولوجات العظيمه اللي احنا سمعناها لاسماعيل ياسين، ودخلت في بعض الافلام، وكان هنا نقطه تحول للمونولوج. طبعا لم يكتفي الراحل الرائع ابو سعود الابياري بالكتابه لاسماعيل ياسين، انطلق في الكتابه لاخرين. كتب لسعاد مكاوي، وكتب لسوريا حلمي، وكتب مونولوجات دويتوهات ما بين اسماعيل ياسين وسوريا حلمي. المونولوج الشهير بتاع عايز اروح ما تروحش كان بين اسماعيل ياسين وسوريا حلمي. والحقيقه ان كان